سرقوا بغلة الوزير وكلوها. قصتنا حصلت في العصر الفاطمي في مصر، وبالتحديد في عهد الخليفة المستنصر بالله، واللي أكيد أول ما سمعتوا الاسم ده عرفتوا إن هي مجاعة الشدة المستنصرية، واللي للأسف ما كانتش بسبب انخفاض مستوى النيل بس. تعالوا نحكي القصة من البداية. القصة بدأت لما مستوى النيل انخفض لمدة 7 سنين، ولأن مصر بلد بتعتمد على الزراعة فمصدر الأكل قل. بس ده ما كانش السبب الوحيد، لأن للأسف الخليفة كانت شخصيته ضعيفة، وأمه هي اللي كانت بتتحكم فيه وبتتحكم في حكم البلد، وكانت عاملة صراعات بين الأمراء وبين الجنود بتوعهم، لدرجة إن الجنود كانوا بيتخانقوا في الشارع مع بعض، بيقطعوا بعض في الشارع، وكل ده أموال الدولة عمالة تتاخد وتصرف على الصراعات دي. ولكن طبعا محدش فكر في المصريين الغلابة، لأن المجاعة دي كانت بشعة جدا عليهم، لدرجة إن هم أكلوا القطط والكلاب وحتى الجثث. موقف من المواقف اللي حصلت في العصر ده إن الوزير كان ماشي من بيته ببغلة، والبغلة دي الناس أول ما شافوها خدوها وأكلوها. الخليفة طبعا شخصيته اتحمقت ساعتها، وقال ما ينفعش يحصل حاجة زي كده في عصري. راح واخد الناس اللي عملوا كده وشنقهم، ومش كده وبس، الناس أول لما اتشنقوا وماتوا خدوا جثثهم علشان ياكلوهم. بس الصراحة تعالوا نقول كلمة الحق، إن الخليفة نفسه كان عنده نفس المشكلة، إنه مش لاقي ياكل، لدرجة إن هو باع كل اللي جوه القصر بتاعه علشان يلاقي لقمة ياكلها، واللي أصلا الأكل كان قليل. بس أخيرا الخليفة اتنازل عن غروره وقرر يستعين بشخص يساعده، واللي كان ولي عكا، واللي عينه وزير ومسك الحكم بتاع البلد تقريبا، وكان اسمه بدر الدين الجمالي. بدر الدين أول حاجة عملها إنه جاب الجنود بتوعه، مش هيستعين بالجنود اللي عمالين يتخانقوا مع بعض في الشارع. وأول حاجة عملها مسك الجنود دول وطردهم، وبعد كده صلح طرق الري واهتم بالزراعة. بعد كده أمر إن أول 3 سنين الأرض فيها هتزرع، الإنتاج بتاعها كامل هيكون للفلاحين، وبعد كده هنمشي بنظام اسمه الجباية. النظام الجباية ده عبارة عن ضريبة، بحيث إن جزء من المحصول اللي بيطلع هيكون للدولة، الدولة تصرف من دوت على الجنود وإصلاح الطرق وطرق الري، فزي الضرايب عندنا في العصر ده. بدر الدين برضو مسكتش على كده، لا، ده أمر بإصلاح أسوار القاهرة ووسعها كمان، لأن هي كانت اتدمرت من كتر الإهمال اللي الناس كانوا سايبينها فيه. وأمر بإصلاح الطرق كمان، ومش كده وبس، ده من كتر ما الناس حبته سمت منطقة كاملة في مصر باسم حي الجمالية، لحد دلوقتي اسمها موجود، وده تقديرا للي عمله بدر الجمالي علشان بلد هو أصلا مش منها، وعلشان ينقذ المصريين من المجاعة ومن استغلال الحكام. بس طبعا لو عايزين تعرفوا أكتر عن قصة بدر الجمالي بأسلوب روائي ودرامي وحلو جدا، فهتلاقوا فيه كتاب الحلواني للكاتب ريم بسيوني، واللي بتحكي عن قصته في الفصل الثاني من الكتاب. مش هتندموا أبدا لو قريتوا الرواية دي.